زمان يا صديقي الجنيه ده كان بيجيب فطار وغدا وعشاء، وكان بيقول لك خلي الباقي علشانك. دلوقتي بقى لو لقيته في الارض فبيصعب عليك فبتبوسه وتركنه على جنب. ان شاء الله في الحلقة دي هنعرف حكاية تطور الجنيه المصري، راح فين، جه منين، وليه شكله اصلا اتغير. فلو ما عملتش اللايك والاشتراك انزل اعملهم دلوقتي وسيب لنا تعليق حلو من ذوقك، وخلونا نحكي الحكاية ونشوف الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. زمان جدا قبل ما نعرف حاجة اسمها الجنيه كان المصري القديم كان بيتعامل بحاجة اسمها المقايض، وبعدين اتعامل بالدرهم والدينار في أيام الفاطميين، وبعدين في أيام محمد علي كان في عملة اسمها القرش اللي احنا كلنا عارفينها دلوقتي، والناس كان بتتعامل بيه عادي ومفيش حاجة خالص اسمها عملة وطنية. طب ليه ما كانش في حاجة اسمها عملة وطنية؟ لأن احنا كنا عايشين تحت حكم الإمبراطورية العثمانية وبعدها الاحتلال البريطاني. في سنة 1834 محمد علي باشا قال احنا عايزين عملة وطنية، واختلفوا في تسمية العملة دي لغاية ما وصلوا لاسم الجنيه، ومن هنا اتولد الجنيه المصري. بس مش زي الجنيه الغلبان بتاع النهاردة، وبدأوا في طباعة الجنيه الورق اللي كان ممكن يعيش وقتها عيلة كاملة لمدة شهر، وبعد كده بدأوا في سك الجنيه من الدهب. ايوه يا صديق ما تستغربش، الجنيه زمان كان من الدهب، مش زي دلوقتي شبه الشوكولاتة بس من غير لا طعم ولا قيمة وحياة. وكانوا بيكتبوا على الجنيه 4 لغات، وهما اللغة العربية واللغة التركية واللغة الإنجليزية وكمان اللغة الفرنسية. ده لو كان جواز سفر كانش هيبقى كل ده. وفي سنة 1885 الإنجليز قالوا طالما الجنيه مصري يبقى نربطه بالجنيه الاسترليني، ومن وقتها الجنيه المصري بقى مربوط بالعملة البريطانية وسعره ثابت قدامها. بس استنى هنا يا صديق، ده معناه ان اقتصادك بقى مربوط بدولة تانية. يعني لو الاسترليني عطش الجنيه المصري هيصاب بكورونا. ومع الحرب العالمية الأولى والتانية الدول كلها بدأت تستغنى عن الذهب. طب ليه؟ لأن الحروب كانت بتبقى محتاجة تمويل، ولأن الذهب ما بقاش كافي يغطي الورق اللي بيتبع، فأصبح الجنيه المصري مجرد ورق. بس وقتها كان قوي جدا. تخيل كده معايا يا صديقي، في الخمسينيات الجنيه المصري كان بيساوي 2.5 دولار أمريكي. يعني كنا بنقول لأمريكا هاتي دولار وخدي الباقي علشان يا صديقي ليت الزمان يعود يوما. بس الحمد لله في الستينيات وتحديدا نكسة 67 وديون الحرب وتدخل الدولة في كل شيء، الاقتصاد بدأ يترنح، وبعدين حصل الانفتاح وبدأ التضخم، وبدأت المراحل الأولى لبداية انهيار الجنيه بس مش قوي. في سنة 2003 الحكومة قررت تحرر سعر الصرف، يعني الجنيه يبقى في السوق ويتباع ويشترى زي أي سلعة، وده بقى اللي بيسموه يا صديقي التعويم. وده سنة 2003 كان التعويم الأول للجنيه المصري. وفجأة الجنيه بدأ ينزل 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 لحد ما دخل في دوامة التضخم. وفي سنة 2016 و2022 وكمان 23 كل فترة البنك المركزي يقرر يعوم الجنيه. الناس تصحى الصبح تلاقي الأسعار طايرة في الهواء ومحدش قادر يقفشها، والجنيه عمال يخس لا من غير لا دايت ولا رجيم. طب دلوقتي نقدر نقول هو الجنيه ليه ضايع؟ في الحقيقة الجنيه ضحية لحاجات كتير، ومنها الانتاج اقل من الاستهلاك، وكمان الديون الخارجية عالية، والاعتماد على الاستيراد في السلع المهمة والغير مهمة، واخر حاجة التضخم العالمي. يعني كل ما تحصل مشكلة في العالم الجنيه يتأثر ويحاسب على المشاريب، مش عارف ليه والله. لو تعرف يا صديقي اكتب لنا في التعليقات. طب هو في امل؟ بصراحة في امل، بس لو اعتمدنا على الحاجات دي، وهما اقتصاد انتاجي ودعم المصانع والمزارع وتقليل الاستيراد الطرفي. يعني مش لازم نستورد شوكولاتة، يعني مش هنموت لو ما اكلناش شوكولاتة، وكمان نزود التصدير، وكمان نساعد الصناعة المحلية، شجع منتج بلدك زي ما بيقولوا. وكل الكلام ده لو حصل ان شاء الله وعدك يا صديقي الجنيه هيرجع واقوى، هيقف على رجله من تاني، ويرجع اقتصادنا زي الاول، وانا وانت ومصر كلها نفسها ده، فندعي ربنا. زمان كنا بنقول معايا جنيه اقدر اجيب كل حاجة، بس دلوقتي
بنقول خليه للذكر، بس يمكن لو اشتغل صح يرجع الجنيه يقف على رجله من تاني. انت ايه رأيك يا صديقي؟ ونقدر ننافس بيه كل العملات الاخرى. معلش معيش دولار بقى عشان اجيب ده وده ده فيز ده. نبقى نحطها في المونتاج ولا لا؟ لا ان شاء الله ربنا يكرمنا نبقى معانا عملة دولار نجيب ده وده. تمام ولا انت شايف ايه؟ تمام. بس يا صديقي دي نهاية حلقتنا عن الجنيه المصري. متنساش بقى اللايك والاشتراك، وتنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنى ان شاء الله الحلقات الجاية. خلاص بقى مستني ايه؟ هروح اجيب لي بيه البانة. بس يا صديقي سلام.